في حلقة هذا اليوم المبارك اخترنا الحديث عن التمر، فالتمر فاكهة مباركة أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بها فطورنا في رمضان. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. ولا شك أن وراء هذه السنة النبوية الطاهرة إرشاد طبي وفوائد صحية، فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التمرة دون سواها لفوائدها الصحية الجمة. فعندما يبدأ الصائم في تناول إفطاره تتنبه الأجهزة ويبدأ الجهاز الهضمي في عمله، وخصوصا المعدة التي تريد التلطف بها ومحاولة إيقاظها باللين، والصائم في تلك الحال بحاجة إلى مصدر سكري سريع يدفع عنه الجوع مثل ما يكون في حاجة للماء. وأسرع المواد الغذائية التي يمكن امتصاصها ووصولها إلى الدم هي المواد السكرية، والتمر يحتوي طبعا على 2.5 من الدهن و33% من الماء و1.32% من الأملاح المعدنية و10% من الألياف، وكمية من الكرامين وفيتامين A وB1 وB2 وفيتامين C، ويحتوي أيضا على البروتين والحديد والفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم. وطبعا لا تخلو مائدة الإفطار في هذا الشهر الفضيل من وجود التمر. مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية: 05 37 68 51 00 أو 05 37 66 17 26، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل_snrt.ma. سؤالي دكتور الحاج محمد الفيد ينقسم إلى شقين. طبعا بعد حديثك عن فوائد التمر، لماذا يرتبط شهر رمضان بالتمر؟ ما السر في أن بعض الناس يأكلون التمر في رمضان فقط؟ نعم. وأنا من ضمنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن سأعود إلى هذا اقتران التمر بشهر رمضان، وسيأخذنا الحديث إلى التغذية المغربية أو التغذية عند المسلمين عموما، أنها مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس التمر فقط، إنما كل أشياء مأخوذة من سنة رسول الله، لأن صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا ينظرون إليه كيف يعيش ويعني كيف يتعامل مع الناس، وكانوا يتبعونه أو يحاولون اتباعه في أبسط شيء. ومن جملة هذه الأشياء فطبعا لا يكون التغذية تدخل في نمط العيش، وهذه التغذية يوليها الإسلام أهمية بالغة، أنه أدخلها في الشرع، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى أنه فيه آيات عديدة جدا عن علم التغذية. نعود للتمر. قبل الحديث عن فاكهة التمر، نخيل التمر أولا، أن هذه النخلة التي تعطي التمر، نعم، علوها يصل من 6 إلى 8 أمتار وأكثر. والنخلة باسقات، كما عبر الله سبحانه وتعالى أنها هي الشجرة الوحيدة التي عبرها الله سبحانه وتعالى بالطول بالعلو، والنخلة باسقات. هذا العلو هو مهم جدا. لماذا؟ لكي لا يلمس الناس هذه الفواكه، ثم حتى لو أرادوا أن يعالجوها سيجدون صعوبة في معالجتها. فالفواكه هذه التمور هي لا تعالج إلى حد الآن، ما عدا التأبير، أنه يأبرونها. نلاحظ على أن هذه القينوان ديال التمور كتبقى مدلية، ثم أن دانية، القرآن يقولون. هذه النخلة، هذه الشجرة هي الوحيدة التي خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص بيئية، معنى أنها تنبت في الصحاري الجافة الوعرة، أنها لا تحتاج ماء بكثرة، أنها تعيش عمر طويل، أنها تزين البيئة، أنها تعطي ظل في مناطق لا يمكن الأشجار الأخرى أن توجد فيها، خصوصا الواحات.
أكثر من ذلك، فهذه الشجرة جعلها الله سبحانه وتعالى عربية، لأنها لا تنبت في أوروبا. قليل من النخيل في أمريكا اللاتينية أو بعض الدول الأخرى يعني الآسيوية، ولكن النخيل الآن يتركز في البلدان العربية، في العالم العربي، في الشرق الأوسط على الخصوص، ثم المغرب العربي، ما في ذلك تونس والجزائر والمغرب. هذه الشجرة طبعا هي مرتبطة بالعرب أولا، يعني بالحياة العربية، مرتبطة بالدين لأنها تدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود الآن إلى العلم، ماذا يقول العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن الرسول عنده الوحي وليس مختبر، أنه حقيقة الوحي هي حقيقة مطلقة لا نناقشها، لكن نناقش العلوم. فالعلوم متفاوتة، والعلوم تتغير متغيرة، ولذلك نحن لا نحمل الحقيقة القرآنية الحقيقة العلمية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه الله سبحانه وتعالى الذي أرسله رسولا، يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. حتى الكلام الذي كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على شكل حديث هو وحي، ووحي، لأن الفكرة أوحاها الله ولكنها بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم ولكنه كان بليغا في اللغة. أكيد. حتى أن الصحابة لما يقول حديث يقولوا، يعني لما يقول كلمة في حديث ما فيقولوا وما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون كيف يفسر هذه الكلمة. أن رغم أن الشعراء وكل يعني العصر ديال المعلقات السبع والقرآن نزل مباشرة بعد الأوج ديال اللغة العربية، المعلقات السبع، ثم أن الشعراء كلهم ما عهدوا أن كلام يبدأ بالافتتاحيات الكلام مثل ألف لام ميم ألف لام را طاسين طاسين ميم، ما عهدوا هذه البداية. ثم أنه ما عهدوا أن السرد القرآني على شكل على شكل آيات هكذا، ثم ولا الوقف ولا أي شيء ما عهدوه يعني. ولذلك نلاحظ على أن الشعراء كلهم سلموا وأنهم حفظوا القرآن، ما في ذلك فرزدق وجرير يعني حفظوا القرآن على 65 سنة. كاين الناس الآن ما باقينش يحفظوا القرآن على عمر 40 و45. لا أبدا. هذه وكذلك من النساء الخنساء، يعني الخنساء أدركت الإسلام وأسلمت وما شاء الله. فنعود لهذا الوحي الذي أتاه الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما أن الصحابة كانوا كيردوا له البال، أن كاين أشياء جاءت بالقول باللفظ هي الأحاديث، كانت أشياء جاءت بالعمل، وكانت أشياء جاءت هكذا بحياته الشخصية صلى الله عليه وسلم. هذا رغم أنه بشر ويشترك معنا في كونه بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلف عنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان يفطر على الرطب أو التمر أو الماء. وشوف أنا أتحدى العلوم الآن، أن تقترح لنا مادة غذائية لمعدة فارغة، أتحداها يعني كيفما كانت، يعني تكون أمريكية ولا يابانية ولا ألمانية ولا أوروبية. أنا أتحدى الآن عالم يحدد لنا ما يمكن أن نسقطه في المعدة كي تفرز مكون البيبسين، ويكون لا يكلف المعدة أي شيء. هو التمر. نعم، لا يكلف المعدة أي شيء. عجيب. فهذا التمر لماذا الرطب؟ لأن الرطب فيها تركيز الفيتامينات مرتفع بالمقارنة مع التمور، خصوصا فيتامين سي، لأن فيتامين سي مع الاجتفاف يضيع يتلف، تبقى واحد الأثر. ولكن الرطب فيها فيتامين سي، التمور ما فيهاش فيتامين سي، فيها شيء قليل جدا. ثم تركيز الفيتامين باء 1 وباء 2 هو مرتفع في الرطب ومنخفض في التمر. أن نسبة الماء في الرطب هي التمر في 30 حتى 35%، الرطب يقدر يوصل حتى 55-60% من الماء. هذه. ثم الألياف الخشبية اللي كاينة في الرطب تكون ألياف مازال فيها ماء، تمتص ماء، مازال منتفخة، أنها تفيد 90% و100%. أن الألياف الخشبية التمر اليابس أنها تفيد ب60 و70%. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرطب إن وجدت، إلى القر الرطب كيف طلع على الرطب ما كتكونش طول السنة طبعا. إلا الناس دكتور إلا سمحتي يعني وضح الناس شنو الفرق ما بين الرطب هو التمر اللي يلاه كيتجنى جديد باقي ما يبسش. وكان هما العرب كانوا واحد الانواع ديال التمر اللي كانت تبقى رطب لمده طويله، هي عندها حجم ضخم جيد. ثم ان رطب هي رطبه، هي فيها رطوبه، فيها ماء. عندنا في المغرب. نعم، طريه. كاينه في المغرب، كتكون في المغرب طبعا، كاينه في المغرب. كاين ما كتكونش في هذا الشهور اللي قبل الجني ديال التمور، هي كتكون اثناء جني التمور وكتكون شهر بعد. وكاينين اشخاص، انا المحل اللي حجينا لقينا ان بعض الاخوان في السعوديه كيعملوها في الثلج،
في المجمد كتبقى نعم كتجمد، كتبقى هذه الرطب كتبقى لمده طويله. نعم كتبقى لمده طويله لان الفيتامينات وهذيك الاشياء تبقى لمده طويله. ثم هذا التمر لانه ينعش اكثر من التمر فقط، هو بحال غير وفيته بواحد 10 حتى 15% من هذه المكونات، ولكن يكون رطب، يكون طري. ثم صلى الله عليه وسلم لما يجد الرطب فالتمر، لان نفس المكونات. اذا لم يجد رطب وتمر فالماء وليس العسل. عجيب. شوف صلى الله عليه وسلم لم يفطر بفاكهة أخرى ولم يفطر بالعسل، رغم أن العسل كان متوفر، ولم يفطر بالحليب رغم أنه كان يحب الحليب صلى الله عليه وسلم، ولكن الماء، فضل الماء. لماذا؟ لأن الصائم لما يكون صائم ويصل وقت الإفطار تكون المعدة مرهقة وفارغة، أي شيء يسقط في المعدة، أي شيء يسقط في المعدة تبدأ في إفراز البيبسين اللي غادة تهضم به البروتينات اللي غادة تستقبلهم. لما يسقط التمر في المعدة فهو لا يرهقها، ما كيخدمش المعدة أبدا. نعم، كيطيح فيها، كتبدا تخدم هذيك، كتبدا تفرز البيبسين، وهو كيهبط للأمعاء، كيرطب الأمعاء بالألياف الخشبية، وكيعطي السكريات أملاح معدنية فيتامينات باش يذهب ذاك الارتخاء والخمول والكسل اللي كيكون عند الصائم. هذا من جهة. على مستوى الحالة النفسية أنه كيكسر الجشع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر كيسبق الفطور، كيفطر إما بالتمر ولا الماء ولا الاثنين، لما لا؟ جرعة، على شرط تكون جرعة أو جرعتين وليس نصف لتر، جرعتين، ثم يفطر ب5 7 9 تمرات، 11 يعني الإنسان يقدر يأكل ما في حرج. ثم يصلي المغرب، يقوم للصلاة، وملي كيفضي من صلاة المغرب عاد كيرجع يأكل ما تيسر لشي حاجة كاينة. معنى يعني كان هذا الفرق من اللي كنفطروا بالتمر وكنقوموا للصلاة، حتى ولو كانت الصلاة ديالنا هذه قصيرة، هذه 5 دقائق 7 دقائق الناس ما كيطولوش في الصلاة، إلا طولوا 15 دقيقة يكون أحسن. هاد 7 دقائق غادي يكون التمر مر من المعدة، وصل الأمعاء، امتصت اليود والمكون اليود والفيتامين بي اللي كيهدئوا الأعصاب، واستفاد الكبد، وغادي يكون الدم داز فيه السكر، اللي نورون الخلايا العصبية خاضت سكر ما كتبقاش مضطربة، غادي يكون الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك دازوا للمخ، ما غادي يبقاش ذاك القلق وذاك الاضطراب العصبي، ثم غادي يكونوا الالياف الخشبيه استقروا في الامعاء، كاين واحد اللي استقروا في الامعاء. نعم، ملي غادي يجي الانسان يفطر ما غيفطرش بجشاعه على مستوى الحاله النفسيه. وإلا انتظر، انا كنصح الناس ينتظروا اكثر من 20 و 30 دقيقه، غادي يشوفوا بانهم غادي ياكلوا خمس الاكل فقط، وغادي يشبعوا وغادي يهضموا وغادي يكونوا احسن. الا ما فطروش بالتمر وزربوا، سرعوا، يعني سرعوا في الاكل، غادي ياكلوا اكل كثير وغادي يخلطوا، غادي تنتفخ المعده وما غاديش يهضموا وما غاديش يستافدوا مثل ما لو كانوا فطروا بالتمر وتسناو وكالوا بهدوء. هذا فحكمه التمر هي حكمه عضويه، هي سنه مؤكده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه ديالو حتى هي عندها انعكاس علينا حنا، حتى هي كتنفعنا كما ينفعنا الوحي بالقران ينفعنا الوحي بالسنه. كما نعم، مزايا الوحي بالقرآن ومزايا الوحي هو نفس الشيء، نحن نؤمن بالوحيين، الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ديال التمر هو يعني متواتر، ويعني حديث ثابت، ما فيش حديث صحيح. ثم طريقة غادي نشوفوا مائدة الإفطار فيما بعد، ولكن خلينا نركزوا على التمر. أنك قلتي تفضلتي في المقدمة أن الناس مع الأسف الشديد ما كياكلوا غير في رمضان، مع الأسف الشديد، ولكن حتى هذا الأكل ديالو أثناء رمضان غادي يستافدوا منه، غادي يستافدوا من التمر، خصوص الأطفال الصغار. لا أدري هل هي عادة أم لا أدري، ربما تكون عادة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكل التمر في رمضان، ولكن خارج رمضان أنساه، لا أدري لماذا. هل هي عادة؟ ربما عادة. شوفي، سكان الصحراء في المغرب يعني زاكورة وتفيلالت ورزازات وهذه المناطق اللي فيها تمور، نتكلم عن بلادنا، عن المغرب، يعني كاين بلدان اخرى عندها تمور بكثره، الناس ديالها. شوف هذه المناطق هذه اللي فيها تمور، الناس اللي ساكنين تم انهم ناس ما كيتقلقوش، عندهم برودة الأعصاب، عندهم طبع بارد هادئ. نعم، وعندهم بريق في العين، في البصر، عندهم بريق في البصر ديالهم، كيشوفوا من بعد، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا 10 كيلومتر 15 كيلومتر، يعني النظر جيد. نعم. ثم انهم عندهم واحد الذكاء ودقة في الاشياء، اكيد، لان يعني التمر يعطي الذكاء، اكيد.
ثم هاد الاشخاص هذو عندهم عظام صلبه جدا، عظام صلبه، لان هاد التمور فيها الالياف، فيها املاح معدنيه، ثم ان اشعه الشمس كتعطي مكون فيتامين دي، هذه الكالسيفيرول والكالسيتون بجوج يعني، فكيخلي معنى هنا الا اجتمعت الفيتامين دي مع الكالسيوم، اي كميه ديال الكالسيوم تكون غادا تمتص 100%. والكالسيوم مع الحديد، والتمر فيه حديد، هو مصدر حديد، يعطي واحد العظام قويه. اذا اجتمع الفوسفور والكالسيوم والحديد مع الفيتامين دي كيكونوا عظام صلبه جدا. الطفل في هذه المناطق هذه، الطفل حتى انه يضرب بحجر ما يتكسرش العظم ديالو. ولكن مع الاسف عندنا في المدينه ان الاطفال كي يسقطون من الفراش ثم كتكسر العظام ديالو. نعم. التمر، اضيف معلومه قبل المكالمات. نعم. التمر كان يتناوله الصحابه رضي الله عنهم. نعم. قبل صعود الجياد في الغزوات. لماذا؟ لأنه يعطي قوة الاحتمال والطاقة. نعم، طاقة، قوة الاحتمال والدقة. علاش؟ لأن اللي خارج الغزوة لا فلت العدو ديالو غادي يموت هو، ما عندوش خطأ، ما عندوش يعني ما خصش يكون خطأ، 0% الخطأ. ولذلك نحن قوة الاحتمال، احنا ما بقاوش عندنا غزوات عليه، احنا ولات عندنا حرب على شكل آخر، لكن احنا الآن في الوقت الحاضر كتعطينا قوة الاحتمال لهذه الدنيا التي أصبحت صعبة ومعقدة. ولذلك أنا أنصح، ليس يعني النصيحة هي نصيحة، ولكن بما أننا الآن بصدد التمر فنعطيهم معلومات متكاملة. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عدم توقيت مستمر، واللي خدامين في الإدارات، واللي كيركزوا، جزاهم الله خيرا. حنا كنطلبوهم على رؤوسهم. نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيده. هذا هو التعاليم الاسلاميه. الناس اللي خدامين في المكاتب، واللي عندهم ملفات، واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الامن، اللي هذا اللي عندهم واحد العمل، اللي في الشركات، اللي في الابناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وهذه من الاحسن ياخذوا معهم ماء وتمر الى العمل. هذا خارج رمضان. نعم، خارج رمضان. الآن نحن في رمضان. نعم، يأخذوا معهم ماء من اللي خرج رمضان، يأخذوا معهم ماء يدير حتى هذاك المجر ديالو في الخزانه ديالو في المكتب ديالو. هذا واحد المجر في المكتب ديالو يعمروا بالتمر. حتى اللوز والفواكه الجافه جيده، ولكن ياخذ معه تمر، يكون أفضل. عنده تمر وماء في المكتب ديالو، ومن اللي يجي في المساء ان شاء الله للدار ديالو. علاش؟ ما خصوش ماشي ما مساليش الاكل، لا، ما خصوش ياكل وهو كيركز. لان ما غاديش يهضم، ولا خدا شي وجبه دسمه غادي تهلك، وربما يكونوا اخطاء في بعض الملفات، وربما يكون اشياء اللي غادي تاخر ديك الملفات. فمن الاحسن انهم ياخذوا الناس معهم تمر وماء المكاتب ديالهم. والنساء على الخصوص، النساء لان العيالات ولاو سريع القلق، ولاو سريع الضجر، ياخذوا معاء وتمر. ملي يرجعوا للديور ديالهم ياكلوا ان شاء الله يكون خير. دكتور، غادي ناخذوا الاولى المكالمات. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ هذه معك نقاشه لاله. اهلا ايمان، مرحبا بك ورمضان مبارك. الله يبارك فيك ورمضان مبارك ليك وللدكتور. كنتمنى يدخل هذا الشهر الكريم على جميع المغاربه بصحه وسلامه ان شاء الله. بارك الله فيك. كنعرفوا بان التمر كيحتوي على مجموعه من العناصر المعدنيه مثل الفوسفور، الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، مجموعه من الفيتامينات كفيتامين A، فيتامين B1 و B2. كنعرفوا بانه كيقيم الامراض مثل الكبد، التسمم في الكبد، مثل الاصابه بالامساك واشياء اخرى. سؤالي اليوم انا خاص بالمراه الحامل اللي كتولد في شهر رمضان. كيقولوا لها بانك خصك تاكلي التمر بزاف، لانه كيسهل لها عمليه الولاده، خصوصا في منطقه عضلات الرحم. بغيت نعرف كيف ذلك وما هو فوائده على المراه الحامل. السؤال الثاني خاص بي انا كنعالج من مرض لانيني، وعطاتني الطبيبه انني نشد 7 ديال التمرات نديرهم في كاس الماء ونبيتهم في الصباح فاش نوض نشرب داك كاس الماء وعاد ناكل داك التمر. بغيت نعرف علاش نديرهم في الماء، علاش شنو الفائده من داك الماء، علاش ما ناكلوش غير هكاك داك التمرات بلا ما نديرهم في الماء. نعم، اذا شكرا ورمضان مبارك سعيد مره اخرى. شكرا جزيلا لك. بشأن المرأة الحامل، نعم، بصدد المرأة الحامل، فالتمر ماشي حاليا خاصها تبدا تاكل التمر ملي تحمل، من الأحسن. المرأة الحامل نعطيها نصائح ماشي غير على التمر. الحمد لله يعني البرنامج هذا واخا نوسعوه ونعطيه معلومات، وكل الكلام وكل المعلومات التي نعطيه هي نافعة، يعني ليس هناك كلمة في غير موضعها. النساء الحوامل ملي المرأة تعرف راسها حامل خاصها تلتزم بالطبخ المنزلي. ما تاكلش طبخ صناعي ولا تاكل برا، خاصها تاكل طبخ منزلي
اشياء بلديه، زيت الزيتون، تاكل الطبخ المغربي، وخاصها تبدا تاخذ تمر 50 حتى 100 غرام يوميا. تمر لماذا؟ لان ماشي حتى تبغي تولد عاد تاخذ تمر، لا، خاصها تبقى تاخذ تمر ملي تحمل. علاش؟ كاين بعض الحوامل في رمضان ما كيصوموش لان كيخافوا على الجنين يعني. نعم. هذا لان التمر فيه كالسيوم، والمرأة الحاملية محتاجة الفيتامين دي والكالسيوم أثناء الولادة، ولذلك النساء اللي عندهم فيتامين دي ناقص لا يمكن يولدوا عادي. من المستحيل المرأة تكون عندها فيتامين دي ناقصة وتولد، لأن الكالسيوم بدونه لا تعمل العضلات. نعم، عضلة الرحم. نعم، لا عضلة الرحم ولا عضلات اليدين ولا الرجلين، لأن الكالسيوم هو اللي كيدخل هذيك لا ميوزين لا تروبوميوزين ولاكتين. كاين واحد هذاك الكومبلكس، يعني هذا المركب التروبوميوزيك، هذا لا ما كانش الكالسيوم لا يمكن تكون يعني انقباض عضلي، كونتراكسيون ميسكولير، من المستحيل. هذه لا يمكن يكون تيار عصبي بدون كالسيوم، من المستحيل. الجسم ديال الانسان حنا تكلمنا عليه في حلقه كيحتوي على كيلوغرام كالسيوم. 60 كيلو، اللي عنده 60 حتى 62 كيلو عنده كيلوغرام كالسيوم. ولذلك النساء الحوامل ياكلوا التمر من الاول، والتمر مصدر كالسيوم فوسفور حديد، طبعا فيه فيتامينات مثل باء 1 باء 2، وفيه شويه فيتامين سي. الرطب فيهم فيتامين سي، ولكن التمر اليابس فيه غير شويه فيتامين سي، فيه فيتامين ا، فيه شويه حتى فيتامين ك. ثم ان فيه هرمونات، وهذه الهرمونات هي اللي كتخلي كتساعد هذيك الانقباضات ديال العضله الرحم عند الوضع. علاش؟ لان المرأة خصها تتحرك، بعد المرأة الحامل تتحرك، وخصها تاخذ التمر كل يوم، وخصها تاكل الطياب ديال الدهر. هذو هما الاشياء اللي غادي يخليوها الوضع ديالها يكون سهل. والتمر طبعا نعم. هو جزء من الغذاء ديالها. في سورة مريم، اظن في سورة مريم، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فعلا. هذه التمر اللي عاد كيطيح باقي جديد، واللي تكلمنا عليه هو الرطب. الرطب هو التمر اللي عاد كيجينا باقي رطبا جنيا. هذه هذه مريم العذراء عليها السلام كانت كتحرك الشجره كيطيح التمر كتاكل. ولكن ماشي هذه الايه لا تعني ان كاين بعض العلماء اللي فسروها حيت يعني وقت المراه اللي كتبغي تولد خصها تشد في شي حاجه، يعني وقت المخاض. نعم، ليس وقت المخاض، هي كانت كتحرك الشجره وكيطيح التمر كتاكله. حتى ان سيدنا زكريا كان كيدخل كيلقى عندها الماكله في بيتها. نعم. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يعني كان كيلقى هي هذه عندها أشياء، المعجزات لا تفسر بالعلم. باش الناس ما يبقاوش شويه ياخذوا في هذا الأمر. المعجزة ما سميناها معجزة، حتى كانت مخالفة للقانون الطبيعي، حتى كانت خارقة للعادة، هي مخالفة للعادة. ولذلك أن الذي يقدر على مخالفة يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس اللي كيحاولوا بعض الإخوان في الإطار الإعجاز العلمي كيحاولوا يفسروا بعض الأشياء، عليا 90% ديال الأشياء اللي تقالت في الإعجاز العلمي كله الآن أصبحت متجاوزة، بما في ذلك تلقيح الرياح للنبات أصبحت متجاوزة الآن. ولذلك نحن نقول للناس لا يتسرعون مع القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فهذا التمر بالنسبة للحوامل والنساء الحوامل أثناء شهر رمضان، طبعا غادي ياكلوا التمر. والنساء الحوامل ما يخافوش من الصيام، ما يتخلعوش من الصيام، فقط يشربوا الماء مع السحور مزيان ويصوموا، ما عندهم حتى مشكل. ما يخافوش على يعني الجنين هذا هو ديالهم. لأن احنا بدينا عندنا واحد الظاهرة ماشي غير في المغرب، أنا شفتها في البلدان الإسلامية كلها اللي زرت، أن واحد الظاهرة الآن، واحد التركيز على العالم الإسلامي، أن ملي كيقرب رمضان كيبداو النصائح يمين وشمال، كيبداو بعد التحذيرات، كيبداو بعد التخويفات، يخوفوا الناس. عندكم الأطفال اللي عندهم حاملة، اللي كترضع، اللي يحس بهذا، هذه لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يهلك بالعبادة، حاشا معاذ الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الوقت اللي كان في الوقت اللي خص النصائح تكون طبية ولا غيرها كلها تصب في طبق واحد هو طبق العبادة، هذه النصائح نجدها الآن على عكس ذلك، تصب أن بعد النصائح الآن تحث الناس باش يفطروا. ملي غتكون عنده رخصة راه خصو يفطر، لأن لما فطرش كيتسمى عصا الله. إلا كان عنده سكري من النوع الأول، إلا ما فطر بالعكس كيولي تما الإفطار عنده هو الواجب. إلا ما فطرش كيتسمى عصا الله بعدم امتثال ديالو لهاد الأشياء. فخص الناس يفهموا هذه القضية، اللي عندهم رخص راه عندهم رخص، ولكن اللي صوم راه كيصوم. فنرجعوا لهذه الأهمية ديال التمر. أكثر من ذلك أن
علي انت قلتي ان تفضلتي في البدايه، قلتي كتاكل التمر غير في شهر رمضان جيد. لماذا؟ لان وقتاش كيكون الانسان محتاج لقوه الاحتمال؟ يعني 12 رمضان، لان هنا في أثناء محتاجين الصوم. كل شيء. نعم. وان التمر في اثناء شهر رمضان الانسان كيكون في عباده، فهو يهدئ الاعصاب ويزيد في التركيز أكيد. ويعطي قوه الاحتمال. وهذه هي الخصائص والخصال التي يجب أن تكون لدينا أثناء شهر رمضان كي نعبد الله على أحسن وجه. باش يكون القيام، باش يكون قراءة القرآن، باش نكونوا نصبروا، باش ما نتقلقوش، باش نكونوا سريعي القلق وسريع التصرف. نعم. هذه أشياء لأن محتاجين لحاجة عضوية كتضبط الأعصاب ديالنا باش عاد نشوفوا الحالة النفسية. لا يمكن للشخص ملي كيكون جيعان. شوف رمضان مثلا، احنا دابا الأسبوع الأول مر. شوف شي واحد مثلا مع 2:30 ولا 3 ولا 4 العشية، ما بقى واحد يعطيك شي حاجة، وإلا كثرتي عليه الأكل كتقلقوا. هذا ماشي الأكل، إلا كثرتي عليه الكلام كتقلقوا مع هذا الوقت هذا. فلماذا؟ لأن استنفذ في هذا الوقت اللي 4 أو 5 الجسم ديالو استنفذ هذيك الأشياء، فلا يمكن أن نحمله ما لا يطيق. ولذلك خص يكون عنده واحد الخزان داخل في الجسم ديالو، ماشي من البروتينات ولكن من الاملاح المعدنيه والفيتامينات والمضادات للاكسده، هما اللي كيهدئوا الاعصاب، هما اللي كيخليو الشخص اليوم ديالو يمر بسلام ويعبد الله سبحانه وتعالى على احسن وجه. السؤال ديال الايمان غادي نخليوه طبعا بعد المكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ معكم ام خديجه من مدينه سيدي قاسم. اهلا ام خديجه من سيدي قاسم، تفضلي. الله يبارك فيك. شكرا لك الاخت اللطيفه، وتحيه للاستاذ الفايد. مرحبا. كنتمنى هذا الشهر المبارك يدخل علينا بالصحه والعافيه وعلى جميع المسلمين اجمعين. اللهم امين. تفضلي. الله يبارك فيك. بالنسبه للسؤال ديالي على المراه الحامل، نعم، يعني هل اذا كثرت من التمر كلات منه جيدا، هل يزيل الحموضه والقيء والغثيان؟ بالنسبة للمرأة الحامل. نعم. بالنسبة للمرأة الحامل اللي كثرت من في رمضان. نعم في رمضان. نعم. باش تنقص من الحموضة. نعم. وبالنسبة للناس اللي كيمارسوا الرياضة، واش ياكلوا التمر يعني قبل ولا بعد الرياضة؟ نعم. جيد. إذا شكرا. شكرا. جزاك الله خير. حاليا غادي نمشيو للأجوبة بدون هناك سؤال لإيمان، يعني الطبيبة نصحتها نعم تأخذ 7 تمرات وتديرهم في الماء. خير إن شاء الله. هذه ربما الطبيبة اجتهدت، لما لا، جزاها الله خيرا، لأن هذه غير بغات التمر يرطب باش تاكله بسهوله فقط لانه يابس. يعني ليس هناك خاصيه. وبالعكس هذاك الماء ربما بالعكس كاين مكونات اللي غادي يضيعها التمر، لان املاح دائبه مثل البوتاسيوم ومثل الاشياء اللي حتى الفيتامينات الدائبه مثل باء 1 وباء 2، حتى السكريات، الاشياء هذه اللي دائبه اللي غادي تضيع في الماء. بالعكس اذا من الاحسن تاكل التمر عادي. التمر وصافي. تاكل التمر ما عندهاش مشكل. ليس هناك طريقه لاكل التمر. وهذا السيدة هذه يعني نصحتها الطبيبة بالتمر. هو التمر مصدر حديد وجيد، ولكنه مصدر ألياف خشبية، والألياف الخشبية هي اللي كتخلي القولون يمتص الحديد أكثر. هو ماشي تركيز الحديد المهم، حتى الأشياء اللي كتزيد في امتصاص الحديد منهم التمر يزيد في الامتصاص على مستوى. هذه الأخت السائلة الثانية، يعني الحامل في رمضان يمنع عنها التمر القيء والحموضة. لا يمنع الحموضة ولا تقيؤ، لأن التمر ماشي من في أملاح معدنية، ولكن الحموضه المعده كاين اشياء اخرى هي اللي والقيء. نعم. هذه الغثيان ديال المراه الحامل، ديال المراه اللي كتوحم الحمل في الاشهر الاولى، هذا عادي جدا، وهذه غادا تصوم ما شاء الله، غادا تصوم احسن من الناس. هذه المراه اللي كتوحم كتصوم احسن. لماذا؟ لانها هي نيت ما كتكونش تشهى الحوايج. لا تشهات شي حاجه غادا تاكلها مع الفطور ولا في الليل، كيكون الاكل ديالها بسيط، الصيام كيجي جيد. لا قدرت على التمر تاكل تكثر منه، شرب ماء بكثره فقط، وغادا تصوم ما تخوف من اي شيء، لان هي هذيك الفتره ديال الوحم والله سبحانه وتعالى كيغير فيها الفيزيولوجيا ديال الجسم عند المراه، وان الله سبحانه وتعالى هو اللي احدث لها هذا الحديث الفيزيولوجي كي لا تاكل. كاين بعض النساء كيخافوا، كيقول لك انا هذه 4 ايام ما اكلت وانا كنرض، لان الله سبحانه وتعالى جعلك هكذا. فاعبدي الله، صلي ركعتين فقط، صلي ركعتين فقط. ما يخافوش النساء الحوامل الا ما كالوش ولا ردوا بزاف، ما يخافوش من الاكل، ولكن يشربوا ماء. الماء مهم جدا، ويحاولوا الحوايج اللي يدوزوا يشرب بحال العصير، بحال الفواكه الطريه، بحال الاشياء يحاولوا ما امكن ياكلوها.
وبالنسبة للرياضيين يعني واش الرياضيين يتناولوا التمر التمر بعد الرياضة. بعد الرياضة؟ نعم، لأن جميع الفواكه ماشي غير التمور، جميع الرياضيين جميع الفواكه. لماذا؟ لأن الرياضي ملي كيكون مارس واحد الرياضة، عليه تكون رياضة عنيفة ولا تكون رياضة بسيطة، كيكون ضيع ماء وأملاح معدنية. التمر فيه أملاح معدنية، ما فيش ماء، فيه أملاح معدنية والبوتاسيوم. من البوتاسيوم خاص الجسم يرجع له البوتاسيوم في أقرب وقت. والتمر من الأشياء اللي جيدة للرياضيين. في هذه الحالة هنا، في هذه الحالة ممكن الناس ديال الرياضة هما اللي يرطبوا التمر، ياكلوا التمر ويشربوا الماء ديالو. هنا نعم ماء التمر. نعم، الماء والتمر. علاش؟ لأن الألياف الفيتامينات والأملاح المعدنية غادي يكونوا استرجعهم الجسم بسرعة. ثم الماء هو الرياضي من بعد الرياضة خصو الماء، وما ما يشربش ماء بارد. يعني كنا نصحنا الإخوان في الحلقات السابقة باش الرياضيين ما يشربوش الماء بارد. وإن شاء الله ربما في الحلقات المقبلة ديال رمضان غادي نتكلموا على هذا المشكل ديال ممارسة الرياضة أثناء شهر رمضان فعلا. وما تكونش رياضة عنيفة، وتكون بواحد الوقت وجيز قبل الإفطار، واحد ساعة قبل الإفطار ولا شيء، باش الجسم يبرد، والشخص إلا ضروا العطش ولا شي حاجة غادي يكون الفطور قريب. تكون يعني رياضة خفيفة كمشي مثلا. الإسلام خص فيه تنظيم الأشياء، خصنا ننظموا الأشياء. شي إنسان يفيق مع الصباح مع 9 يمشي يجري ساعة، غادي يعرق والنهار طويل والحال سخون، ما غاديش يلحق الفطور بصعوبة، غادي يولي عنده مشكل. فالإنسان ما ينتحرش، يعني يحاول يعمل رياضة ماشي ما يعملهاش، ويحاول على الجسم ديالو، يعني ما يخدمش في الشمس، يخدم في الظل، يغطي راسو، يشرب الماء في السحور، يستعد للصيام، ولكن يستعد استعداد نظيف، استعداد جيد بالماء ماشي عندنا جوج ديال المكالمات نستقبلوهم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ جماعة الإله أم خولة. أم خولة من أي مدينة؟ الدار البيضاء. أهلا بك، تفضلي أم خولة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي إليك دكتور فايد وإلى طاقم البرنامج بأكمله، ورمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك. أما بالنسبة لسؤالي هو كالتالي. نعم. هل صحيح أن التمر يقوي الذاكرة؟ نعم. كذلك هل يساعد على النمو؟ نعم. هل التمر إذا غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين؟ نعم. وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا. شكرا لأم خولة. ناخذ المكالمة الثانية. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمة من الدار البيضاء. أهلا فاطمة. كي دايرة كي داير الدكتور؟ الله يبارك فيك لاله. نشكركم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا. بارك الله فيك. اللي بغيت نسول الدكتور على التمر. نعم. الله يسهل عليك، واش ماشي الا بحال اللي داروا في السحور كماده اساسيه زعما يتسحر به بلا حتى شي حاجه، واش كافي؟ نعم. واش هو كافي؟ وبالنسبه حنا لواحد المناطق ديال الرشيديه نعم كنديروا التمر في واحد البلاستيكات ديال الميكا وكنخلوه في الشمس، عاد حتى كيطيب عاد كنبقاو ناكلوه. واش هذا كينقص من الفائده ديالو ولا لا؟ نعم. هادشي اللي بغيت نقول. شكرا لك. شكرا لك. جزاك الله خير. نشوفوا هذيك أم خولة أظن. نعم. السائلة الأولى. نعم، تكلمنا على المشكل ديال الذكاء، والمشكل هذا التمر يزيد في، ماشي يزيد في الذكاء، ولكن كيخلي الشخص يكون عنده راحة فكرية، راحة ذهنية جيدة، لأن الأعصاب ملي كيكون الكالسيوم، فوسفور، اليود، فيتامين باء، هادو أشياء، مانغانيز كذلك المنغنيز، هادو المغنيسيوم، أشياء هذه جيدة في حتى بعض الهرمونات اللي تكلمنا عليهم، الهرمون ديال المرأة الحامل، وكاين عوامل النمو كذلك، في عوامل النمو بالنسبة للأطفال الصغار. نخليو الأطفال الصغار غنرجع لهم لأنه مهم للأطفال الصغار يعني أكثر من الكبار. هذه هي الاشياء ماشي كتساعد على الذكاء، ولكن كتخلي الفكر ما يعياش، يعني الجهاز العصبي ما يعياش. طبعا ملي ما عياش راه غادي يكون ذكاء. كاين الاشياء اللي كتضاف الى التمر اللي كنا تكلمنا عليها، من حمض الاوميغا 3، من بعض الاملاح الاخرى، من مكون السيروتونين، من الاشياء التي تزيد في ماشي تزيد في الذكاء، ولكن تزيد في راحه الجهاز العصبي، احسن نقول راحه الجهاز العصبي. فالذكاء، أما الإنسان ذكي وخلق الله ذكي، يعني هكذا، يعني
خلق الانسان ذكي يعني، وكان الانسان ذكي منذ ان خلق الله سيدنا ادم، ماشي عاد ولا ذكي يعني. انسان ملي خصو المفتاح اخترع المفتاح، ملي خصته الباخره اخترع الباخره، ملي خصته الصفيحه ديال الحصان دار صفيحه الحصان، ملي عليه وكان دائما الاهرامات، شوف كيفاش تبنات الحضاره ديال سبأ، حضاره عاد وثمود، ارم ذات العماد. انسان كان قوي وكان ذكي واذكى من ما هو عليه الان. يعني كاين اللي شاف الان الحاسوب وشاف الاشياء تتحب لي الانسان عاد ولا ذكي، لا بالعكس، حنا هذه الاخيوط الان اللي عندنا ديال العلم غير جمعنا الاخيوط ديال العلم اللي كان جايه مع الانسان، صافي حنا جمعناها في هذا العصر فقط، ليس هناك ذكاء دابا، بالعكس والناس ولاو كيضغطوا على الازرار. فنرجع نعم، يساعد على الذكاء، يساعد على الحفظ، خصوص الاطفال الصغار اللي غاديين يحصلوا. دابا الان وصلت الاطفال الصغار، علاش عندهم الاطفال الصغار اولا خاص الاشياء اللي كتهدئ لهم الاعصاب، الاملاح المعدنيه من المغنيسيوم، اليود تا هو كيضبط الاعصاب، يعني فيه مكون فيتامين ب، هذا جيد للاطفال. لازم في الاطفال فطروا بالتمر الصباح، ولازم ياخذوا معهم التمر حتى المدرسه. اذا قدروا الامهات ديالهم ينظموا شويه هذه الامور، يستغلوا هذه الفرصه ديال رمضان يولفوا الاطفال التمر. الاطفال الان ولاو عنيفين بحكم المحليات، المشكل ديال المونوصوديوم جلوتامات ولا سبارتام سيكلامات طوماتي اللي كاينين في نعم هذو، ولا الطفل دابا مضطرب. حتى طبيعه الكازيين الان ديال الحليب والجلوتين ديال القمح الان ولاو كيديروا واحد العنف عند الطفل، كثره الحركات، ثم بعض المضادات الغذائيه اللي منها التارترازين، منها البنزوات، من الاشياء اخرى اللي كتضاف للاكل. الطفل الان بحكم الاكل ديالو الصناعي ولا مضطرب ولا متوتر ولا قلق ولا على فهو محتاج الاشياء اللي كتضبط الاعصاب ديالو، اللي خصو يفطر بالتمر ويديه معاه المدرسه. ثم خصو القطاني، لان القطاني هي اللي كديتوكسي، كدير واحد الكلينز، كتغسل الجسم من مكون الموليبدين اللي كيحيد الكبريت، كيخرج الكبريت من الجسم. الطفل محتاج التمر لان فيه عامل نمو. عامل نمو، الاطفال فيهم عامل نمو، لذلك يعني قليل المناطق اللي كتستهلك التمر بكثره، قليل فين كنلقاو لي من نانيزم، هذوك الناس اللي قصار بزاف، قليل يعني القامه ديالهم هي 1.60 متر والفوق. يعني وكذلك ما كاينش سمنه، كنلاحظوا على ان المناطق ديالنا حنا نيت المناطق الصحراويه المغربيه ما كاينش سمنه، الا الناس اللي داروا واحد السمنه مصطنعه بحال في مدينه العيون. عرفتي كاين بعض النساء اللي كياخذوا بعض العقاقير باش يغلاضوا، هذه اشياء انا كنسميها عارض، هذه اشياء عارضه، هذه سمنه مصطنعه. ولكن الانسان الصحراوي هو معروف عليه ان العظام ديالو صلبه، انه عنده جسم خفيف، انه يعني يركب على الجمال ويعني ويركز ويرى من بعيد وما الى ذلك. هذه الخصائص هي خصائص التمر. الإنسان العربي الأعصاب ديالو عندها خصائص التمر. التمر يضبط الأعصاب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه المادة الغذائية دون غيرها كمادة غذائية، ماشي كعشوب للعلاج، يعني كمادة غذائية ركز على التمر. إلا أن يكون الآن هذا التمر هذا خصو يكون طبيعي. نتكلمنا على أنه ما مرشوش بالمبيدات، نعم، ولكنه مشعع في كثير من البلدان، كيخضع للتشعيع. لماذا؟ لأن هذا التشعيع اعتبره الناس، أنا لم أعتبره، أنا من ضمن الخبراء ومن ضمن العلماء، أنا عندي رأيي، أنا عندي خبرتي وعندي رأيي، كباحث أنا لن أعترف بالأساليب التي تستعمل التشعيع، لن أعترف بها حياتي حتى أموت، لأن هذه الأشياء الآن هي مضرة أكثر ما هي نافعة. نستعمل الآن وسائل التصبير وتحفيظ المواد الغذائية التي تقضي على الجراثيم، يعني طالت حتى التمر كله يعني حتى الزيتون الاسود، حتى السمك. تشعيع الان السمك يتشع، ماشي في المغرب باقي ما كيشععش. اذا ناخذ التمر ديالنا الحمد لله موجود. كاين بعض الدول اللي بدات التشعيع بحال تونس والعراق وبعض الدول الاخرى اللي كيشعوا هذا الاسلوب ديال التشعيع ديال اللي كيستيريليزيو به التمور. ولذلك أنا كما قلت أسلوب التشعيع لن أقبله أن يجرى لأي مادة غذائية. كاين عندنا الحرارة، ممكن نصبروا بحال السمك الآن راه كنديروه في علاب، كنصبروه كنطيبوه ما كاين مشكل، ولا ممكن نجفوه، ممكن نملحوه، ممكن نديروا سكر بحال المربى الكونفيتير. المربى كاين فيه الناس السكر اللي كيديروا واحد البسطره كيبقى ما كاينش مشكل. ولكن التشعيع الذي يعتبر تقدم علمي بالنسبه لي فهو خراب علمي،
لأن ليس هناك تشعيع غير مضر وغير ضار. ولذلك هذه الطرق، هذه الناس باش ما نعطيوش واحد النصيحة على التمر ونخليو الناس ياكلوا أي شيء. إلا كاين التمر في المغرب، عندنا التمر، عندنا بوفقوس، عندنا بومجهول، عندنا زاكورا والمتفيلات، هذو المناطق اللي فيها التمر ربما ما يكفيش للاستهلاك، ربما نستوردوا، ولكن حتى الاستيراد خص تكون الشهادة الصحية ويكون تمور غير مشعة وماشي تمور راجعة من الأسواق. يعني احنا ولكن دكتور كيفاش غنعرفوا احنا غير مشعة؟ علينا في اطار جمعيه المستهلك نحن نجتهد ان شاء الله، نحن نجتهد، ولكن الاجتهاد ديالنا كيكون دائما محدود. هذا هو المشكل يعني. فهذا كنشريو التمور ولكن ما غنعرفوهاش. التمور علينا، التمور داخله اللائحه ديال المواد الغذائيه اللي واصلها التشعيع هذا. فيجب ان يحذر الناس، وماشي عليا، ماشي حيت قلنا راه بعض الدول فيها التشعيع صافي راه الناس يخافوا من المنتوجات ديالها، لا ابدا. كاين تمور الان تونسيه، كاين تمور جزائريه، كاين تمور عراقيه غادا تكون ملوثه من جراء الحروب فقط. اما كاين تمور سعوديه جيده، الناس اللي كيمشيو للعمره كيجيبوا تمور جيده. ما عندناش مشكل. فغير هو لازم المعلومات تكون عند الناس باش ما يتهوروش فقط. خاصنا نعطيو المعلومه باش ما يتهوروش، تكون تمور جيده. وما الان هذا العام هذا رمضان ما غاديش يدرك جني التمور، ربما غادي يصوموا الناس 90% ولا اكثر غادي يصوموا بالتمور اللي حايله اللي ديال السنه الماضيه اللي مخزنه. فالتمر ملي كنخزنوه في المناطق اللي فيها رطوبه كيفسد طبعا، كيوليو فيه فطريات. نعم، ولكن هي غير مضره اللي سمعتها. غير مضره عاليا. نقيوها مثلا ناكلوه. فطريات ديال الفول السوداني ديال الكاوكاو كتعطي الميكوتوكسين، مضره اكثر من التمور من التمور. وبعض المرات فطريات كتعطي ميكوتوكسينات على الزيتون الكحل وما كتعطيش ميكوتوكسينات على التمور. فكيفما كان الحال هذه غير معلومه زدناها للناس باش دائما يتحراو الاشياء النظيفه والاشياء اللي ما فيهاش كيماويات واللي محفظه بطرق سليمه. نعم. مازال عندنا بعض الاسئله، ولكن غادي ناخذوا مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمه بأحمد فاطمه. اهلا بك فاطمه، من اي مدينه؟ من الرباط. مرحبا بك، تفضلي يا لاله. انا دائما تنسول على التمور على حسب السكر. نعم. والتمر في رمضان بالنسبه للانسان اللي فيه السكر نعم ياكل التمور عادي. نعم. يعني عندي الوالده مريضه بالسكر، دائما انا تنسول على نعم. واش التمر باش ما كلات منه بزاف مزيان ولا ولا كاين يعني تمرات محدودات ولا تمر محدوده. اللي بغيت اذا شكرا الاخت فاطمه. اذا غادي نرجعوا دكتور السيده المستمعه الكريمه اللي وضعت واحد السؤال، يعني هل نكتفي بالتمر في السحور فقط؟ نعم ممكن. نعم. فماشي غير التمر، اي فاكهه في السحور، اي فاكهه جيده، تفاحه ولا مثلا وكاين سؤال عنب ولا اشياء. التمر والتمر جيد في السحور، بالعكس التمر جيد في السحور. يمكن ان نمزجوه مع الحليب اللي بغى على راحته، ما عندناش مشكل. ولكن هاد القضيه ديال التمر الناس كيفطروا بها، وحتى السحور يتسحروا به. علاش؟ لان الالياف الخشبيه والاملاح المعدنيه والسكريه ديال التمر هما كافيين، وهذا الشيء اللي محتاجين حنا دابا في الحال سخون في فصل الصيف، محتاجين لهاد الاشياء هذه. فممكن يتسحر بحفنه ديال التمر، الناس هكذا جيده ديال التمر جيد، نشربوا ماء مزيان. غير هو الحاجه اللي في الاشياء اللي هذه الفواكه اليابسه اللي فيها سكر مرتفع كتعطش طبعا، لان كاين طاقه، الجسم غادي يحتاج ماء، ربما غادي يوصل ل 10 ونص 11 ونص، الجسم غادي يكون هضم بعد هذاك التمر، داكشي مع ديك الطاقه غادي يخص الماء. غير هذه السيده هذه ما تكثرش وتشرب ماء، يعني تشرب ماء بكثره ما عندوش مشكل. كاين سؤال اخر، نفس المستمعه الكريمه قالت بانه ما عندهم في الرشيديه كيعملوا التمر في البلاستيك وكيدعوا في الشمس باش ينضج. واش هذه طريقه صحيه؟ هذه ممارسه سيئه. اولا يعملوا في اي شيء غير ما يعملوش في البلاستيك. نعم. ثم ان التمور ما كتفسدش، يعني كينشروها للشمس ولا يحطوها في شي هذا ما نظنش انها غادي يكون عندها مشكل. نعم. التمر كيبس لوحده، يعني يمكن هذه طريقه يمكن عندهم مازال ما طابش بعدا، كيكون باقي لا ماتيوراسيون، كيكون باقي ما وصلش لذاك النضج ديالو الاخير. هذه طريقه باش كيتزمت هو في هذاك البلاستيك هذا باش شويه ياخذ بحال بعض الفواكه اللي حتى نجنيوها حتى الطيب حتى تنضج فعلا. ولكن هذه ممارسه ديالهم، هما غير يحاولوا. والبلاستيك اللي خطير ماشي الطريقه. نعم. غير البلاستيك غادي يكون خطير. نعم. اذا نشوفوا السيده اللي قالت بان يعني الناس اللي كيعانيوا من داء السكري، نعم، الوالده خصهم ياكلوا. نعم. لا هنا كاين الكميه، نعم، وكاين نوع السكري، وكاين نوع التمر. نعم. انواع ديال التمر بحال اللي كنسمي ديك الصلبه اللي كنسميوها حنايا بوزكري في المغرب، هذيك ممنوعه على اصحاب السكري منعا كليا. حلوه. نعم، فيها سكروز، وهذا المسكر المطبخ، وهذا السكروز وخطير من اصحاب السكري. كاين انواع اخرى منها الدقله
قلنا ما كايناش في المغرب، حنا عندنا بوفقوس وبمجهول، ومع الاسف الشديد الناس دابا تيتحب لهم بان الانواع مجموعه في العربيه السعوديه واحسن انواع التمر كانت في المغرب. ولكن قضى عليها هذا المرض هذا ديال البيوض. لم تكن الناس ما عارفينش هذه الخبر هذه، لان ما شاء الله ليست تمور العراق ولا تمور السعوديه هي الاجود نوع، يعني احسن نوع خلقه الله من التمور كان في المغرب، كان في تافيلت. ولكن قضى عليه هذا المرض ديال البيوض، ما بقاوش عندنا، كان باقي عندنا بعض النخلات قلال ولكن واش يعني. فالتمور المغربيه هي تمور جيده، واخا حلوه وصغيره وكذا كتشوف هي تمور جيده، لان باقي عندنا انتاج نظيف، باقي عندنا تمور ديالنا جيده، ما عندناش مشكل. بعد الحاجه اللي تنتجت عندنا راه ما فيهاش اذى، ما غنعرفوش الناس اش دايرين لها، ما عرفناها مشعه، ما عرفناها راجعه من الاسواق، ما تباعتش. الاسواق الاوروبيه الان كاين التمر اللي كيرجع من الاسواق الاوروبيه كيتباع في المغرب في رمضان كيتباع. فهنا خص الناس يعرفوا يتعاملوا مع هذا السوق اثناء شهر رمضان. انسان صايم على الاقل يشتري اشياء نظيفه، يشتريش هذا. فهذا الناس ديال الداء السكري، هاد الناس ديال يعني باش كتنصحهم واش 7 تمرات ولا 4 ولا مازال ما كملتش. النوع ديال التمر هو بوز كريم ممنوع عليهم، الانواع الاخرى في حدود لا بغاو يفطروا ب3 تمرات ما نظنش ان غادي يكون عندهم مشكل. ولكن ماشي نوع اي نوع السكري. الناس اللي ما كيصوموش ما عندهمش مشكل، راه كياخذ الانسولين. ولكن الناس اللي ما كياخذوش الانسولين وكيصوموا هنا خصهم يحضيو، علاش؟ لان يقدر يدير بوست برانديال، يقدر ياخذ التمر ويزيد معاه حوايج اخرين، يرتفع السكر، غادي الوجبه ديالو غادي ياكل بالزربه وغادي يدير واحد البوست برانديال ديال 4 وغادي يولي مشكل. هنا الناس خصهم يعرفوا الكميه ديال السكر اللي في الوجبه كلها، ماشي غير في التمر. هنا باش تكون النصيحه على ماشي غنقول ليه انا كل 3 ولا 7 ولا 9، هو غادي يزيد معها عصير ويزيد معها تفاحه ويزيد معها سلو فيه السكر، سلو فيه السكر نيت، ويزيد معها الحلوى الشباكيه ولا يزيد معها اشياء اخرى. ممنوع عليهم الناس ديال السكر، ممنوع عليهم طبعا، ممنوع عليهم. يمكن ياكل تميرات ما كاينش مع الكميه ديال السكر غادي يلقى كارثه. لا، الا كان الاكل ديالو نباتي، مثلا الصوب هذه الشوربه الخضر، ولا حتى الحريره حامضه، ياكل معها تميرات ولا اشياء هكا بسيطين، ياكل معها 3 تمرات، يقول بسم الله يفطر بهم، ما نظنش انه غيديروا معهم مشكل. ولكن ما يتهورش في تناول التمر. هذه السيده هذه كتبغي امها تاكل التمر، نقول لها ما تتهورش في الان، يعني لازم تاخذ 3 الحبات ديال التمر، ما عندهاش مشكل. الا كثرت غادي يولي عندها مشكل. اذا دكتور ناخذ مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ سيدة فاطمة مدينة الضبابة. أهلا بك سيدة فاطمة، تفضلي. لطيفة. شكرا سيد الدكتور سعيد. نعم. إفادات جيدة جدا. نعم. خصوصا نحن في شهر الصيام. نعم. بالنسبة للتمر عرف منذ القدم، يعني عنده مرتبة هامة بين فواكه الجافة، ذكر في الكتاب الكريم القرآن الكريم كما قلتم. لكن احنا في المغرب كما ذكرتوا أننا نستهلكوا التمر في المغربية، الحضارة المغربية أكثرية في شهر رمضان أبرك. ومناسبات سارة كالزواج، قدوم مولود، ختان، الذهاب إلى العودة من الحج، وحتى استقبال الضيف نقدموا دائما لماذا هو مقترن حليب مع التمر. نعم. حليب والتمر سنعطيوه. نعم. كيفاش بالنسبة للتمر كاين أنواع كثيرة كما ذكرتوا. المواد زعما كيفاش يحتفظ التمر مدة طويلة، واش ولا احتفظنا به كيفاش يعني تداولوه من بعد، تيكون قاصح، تيكون هذا نمسحوه نجفوه، نديروه في علب بلاستيكيه في المبرد في المجمد. وبما ان التمر وهل صحيح انه يقوي الكبد وملين للطباع، يعني من تيكون الانسان تيولي هو ظريف بحال داك التمر. ويؤذي الاسنان الا كان حلو بزاف. نعم جيد. شكرا لك. حنا كنقولوا ظريف بحال التمر، وكنقولوا حلو بحال التمر. وكاين مثل امريكي يقول كولد از كونكومبر، يعني بارد كالخيار. يعني هذه حقائق ايتيولوجيه، حقائق يعني معبره، لأن الخيار كيبرد، لأن التمر دي كلمة ظريف كيهدأ الأعصاب طبعا، ما كيبقاش يسب، ما كيتقلقش، ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علاش يعني ركز على التمر في شهر رمضان، وهذه الحلقة هذه خصصنا عليه. علاش؟ لأن باش ما يفسدش الصيام ديال الشخص، باش الأعصاب ديالو تبقى مضبوطة، يفطر بالتمر وماشي 7 وماشي 9، بغى ياكل حتى 21 ولا 31 ماشي مشكل، ياكل التمر. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هذا مادة التمر هي لا هي توحي واحد الجمالية، ملي كتشوف التمر النفس ديالك كتغير فعلا. وحتى التعبير القرآني أن 2 الشجرات اللي عبر عليهم الله سبحانه وتعالى بالجنة هو العنب والتمر.
وجنات من نخيل وأعناب. يعني واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني هنا فهنا هذا الوصف ديال الجنة أنها جمالية القرآن هكذا، يعني توصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. هذا التمر مع الحليب وسؤال مهم جدا، ربما نعطيه بعض التدقيقات العلمية علي نستسمح، إلا كنا غادي ندقوا شوية في الأمر ندخلوا للعلوم. الحليب يحدث إفرازات مخاطية بكثرة لدى بعض الفواصل الدموية، منها الفصيل الدموي O. هاد المخاطية شنو كيولي؟ المخاط كيكثر كيولي كيسقط في المعدة. كنسميو حنا الريو، كنسميو أي شيء، هذه كيوليو في الأنف وفي الفم وكيسقطوا في المعدة. هاد الإفرازات المخاطية كيزيد فيها الحليب. والناس اللي عندهم هذه الاشياء هذه اللي نيوفهم ديما عامرين، واللي عندهم التنخيمه، واللي كنسميو هذه الاشياء هذه اللي ديما عندهم هذه الاشياء التي يحبسوا الحليب، لانه هو كيزيد في الافرازات المخاطيه. الحليب ربما كاين اشخاص عندهم واحد الخصائص في اللاكتاز، في الانزيم اللي يقوم بتحليل سكر اللاكتوز اللي كاين في الحليب. اللي ما عندهمش هذيك كيكون عندهم انزعاجات ملي كيشربوا الحليب، كيكون عندهم غازات، المهم كيكون عندهم سوء هضم. ملي كيجتمع الحليب مع التمر ما كيبقاوش هاد الأعراض. ولذلك في الضيافة العربية اللي هي ضيافة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا يستقبلون بالحليب والتمر. علاش؟ لأن كيكون شي واحد من بلاد بعيدة كيحل بهذاك البلد، كيكون عنده ذاك الإرهاق ديال السفر، وكيكون حل بذاك المحل جديد غادي ياكل الماكله ديالهم. يعني كنشوفوا بان واحد الاسهال كيسميوه اسهال توريستا، اسهال ديال السياح ملي كيمشيو مثلا للمكسيك ولا الارجنتين، اي سائح من اي بلد جا ليها غير كيشرب الماء ديالهم وياكل الفواكه كيدير اسهال. علاش؟ ما يكونش ادابتي، ما كيكونش متعود لهذيك الاشياء، ولا كيكون فيها واحد المكون زايد اللي هو مختلف. فملي كناخذوا التمر مع الحليب كيتنوتراليزا، يعني صافي هذاك السموميه ديال الحليب كيمتصها التمر. سبحان الله. ولذلك حتى ملي كان جا هذا البابا المغرب، كان استقبلناه استقبال ملكي، الحسن الثاني الله يرحمه، كان استقبله واشار له ملي بغى يشرب الحليب، اشار له باش يزيد التمر، لان ملي كيجتمع التمر مع الحليب ما كيضروش. دائما حنا في استقبالاتنا كنستقبلوا اكيد استقبال ملكي ماشي. وهذا الحليب مع التمر كيكون ربما شي واحد كيكون عنده انزعاجات، ولكن ملي كياخذوا مع التمر ما كيبقاش. فهذا الكازين هو مكون الكازين واللاكتوز هما اللي في الحليب كيديروا الازعاجات. المكونات اللي كاين، عشان الحليب ما فيش الياف خشبيه، فالالياف الخشبيه كتمتص هاد اللاكتوز والكازين، وكاين انزيمات اللي كتضاف الى انزيمات المعده، اللاكتاز اللي كتسهل المرور ديال اللاكتوز، كيمر بسلام، ما كيبقاوش هاد الانزعاجات هذه. ملي كيضاف الماده صلبه مع ماده رطبه كتمصها، كتحيد منها شويه الماء. ملي كينقص الماء كتنقص المفاعلات الكيماويه، لان المفاعل الكيماوي خصها ماء، لما كانش ماء ما كيكونش طبعا يعني 100% اللي كنسميوها لا ستوكيومتري حنايا. فهاد الاثنين سبحان الله هما اللي لقيناهم حنا في علم التغذيه، لا كومبينيزون الوحيده، يعني هي هذه الثنائيه الوحيده اللي لقينا ان واحد كيمتص السموميه ديال الاخر وكيكمل الاخر. الحليب فيه ماء وبروتينات، التمر فيه الياف خشبيه وفي املاح معدنيه وفيتامينات. التمر ما فيش لاكتوز، ولذلك السكريات ديال التمر ملي كتضاف كيولي الهضم ديال السكريات الاخرى، اللاكتوز الجسم كيخليه. علاش؟ لان اللاكتوز المشكل ديالو هو الجلاكتوز. هو اللاكتوز شنو فيه؟ جوج سكريات، هو ثنائي اللاكتوز، ملي كيتحل كيعطي الجلاكتوز والجلوكوز، الجسم كياخذ الجلوكوز، الجلاكتوز كيبقى. ملي كيتجمع داك الجلاكتوز هو فين كيكون المشكل، لان الجلاكتوز بعض المرات كيكبح حتى الجراثيم ديال الجسم. فهنا نعم، وهنا فين كيضافوا السكريات الاخرى ديال التمر باش يشدوا هذاك الجلاكتوز، كيولي هذا الحادث هذا بما ان اللي كنسميوه حنايا تثبيت او تثبيط هاد السموميه ديال الحليب. هي ماشي سموميه، هو كيحدث انزعاجات على مستوى الهضم، منها اللاكتاز اللي عندهم سوء القضيه ديال اللاكتاز ناقصه، واللي عندهم كذلك الكازين، لان الكازين بروتين قوي جدا على المعده، ماشي بحال بروتينات اللحم. وخصوص الان بالعكس، الان ولا هذا تناول التمر مع الحليب الان ولا كينفع اكثر من دي قبل. لان من قبل كان عندهم حليب جيد، حليب الشاة، حليب الجمل، ما كيحتاجش
إذا إلا سمحتي دكتور غادي ناخذ آخر مكالمة تشير لي إيمان مزاحم مخرجة البرنامج. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ سمية من بلجيكا. أهلا سمية وأهلا بالمهاجرين ديالنا اللي كاينين خارج الوطن، مرحبا بك. شكرا الأخت وشكرا للدكتور، رمضان مبارك سعيد. دابا نتوما كتصوموا في بلجيكا بعادين على الحباب وبعادين على الطقوس المغربية والتقاليد في رمضان، ولكن واخا ضروري ديك العادات اللي ولفنا في المغرب ما كنستغناوش عليهم حتى خارج المغرب في الفطور ديالنا، يعني كديرهم في بلجيكا. ما كنقدروش نفرطوا فيهم. هذا اكيد. شكرا. رمضان مبارك سعيد، اعاد الله عليكم وعلى جميع المغاربه داخل وخارج الوطن بالصحه واليمن والبركات، وعلى الدكتور الله يطول عمره. الله يبارك فيك. السؤال ديالي الاخت، انا دابا في رمضان عندي واحد كنمشي على 30 يوم، يعني واحد العاده كنتناول كميه كبيره ديال التمر اولا في البدايه مع الحليب، يعني ما كنكتفيش بديك 7 تمرات كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر ناكل 3 الصيف كامل ديال التمر بكميه كبيره. يعني واش الافراط عاوتاني فيه مضر ولا يعني واخا كميه صغيره كميه كبيره تناولناها ديال التمر؟ رغم انني كناكل معها المخرقه بزاف حيت كتعجبني، كديرها لي الوالده وكتصيفطها ليا، كناكلها حتى هي بزاف الاضافه للتمر. شكرا لك الاخت سميه من بلجيكا. جزاك الله خير. نعم، يعني الافراط في اكل التمر هل هو مضر؟ الاكل ما فيش الكميه. الاعشاب فيهم كميه، الاكل ما فيش كميه. اللي بغى ياكل الخبز كيلو ياكل، اللي بغى ياكل التمر نص كيلو ما عندوش مشكل. بعض المرات كيكونوا بعض الاعراض بسيطه جدا، بحال اللي كيكثر من الفواكه الطريه كيدير اسهال ولا اشياء هكذا، ولكن انا التمر لا اظن، لا التمر ما يكونش مشكل. بالعكس الناس كانوا يعيشون على التمر، كانوا عايشين بالتمر، يعني ماشي غير كياكلوا كثير. كما قلت لك الحفنه ديال التمر بصحتها ما عندناش مشكل، غير اللي كتزيد مع المخرقه. نعم، هادو المهاجرين ديالنا ماشي غير المهاجرين ديالنا، المهاجرين ديال الامه العربيه كلها والامه الاسلاميه، يعني ما خصناش نديروا فرق ما بين هادو كلهم اخواننا، ونحن جنس واحد ودين واحد ولغه واحده. مغاربه ولا توانسه ولا جزائريين ولا ليبيين ولا سعوديين ولا مصريين، الشيء اللي كيعيشوا في بلجيكا وفي بريطانيا وفي دول اخرى، في ايطاليا وفي كندا يعني وفي الولايات المتحده، يحاولوا ما امكن. هما عندهم واحد المراقبه علينا، عندهم مراقبه صارمه، ولكن مع الاسف الشديد هاد الناس ما يتهوروش. المغاربه ديالنا، ملي كنقول المغاربه راه المغاربه يعني تونس والجزائر والمغرب، هاد المغاربيين هما اللي الجاليه كبيره اللي كاينه في بلجيكا وفي اسبانيا وفرنسا وفي هولندا، ما يتهوروش، لان عليا هي التمور غادا تكون تمور جزائريه ولا تونسيه اللي كاينه في بلجيكا. كاين تمور عراقيه، ولكن خصوص الدقله دابا ديال الجزائر وديال تونس هي اللي كاينه الان في فرنسا وفي بلجيكا. الاوروبيين لا لان المغربيه لا عنده اكتفاء ذاتي من التمور ديالو عليا. ثم ان احنا ما كنفكروش بعدا نصدروا التمر، لان كنستهلكوا التمر، ما كنفكروش. عندنا انتاج، يعني كان التمر كيدور عليه العام بعدا كيبقى عندنا في سميتو، خصوصا اننا بدينا كنصنعوا بعض الاشياء الان من هذه التمور هذه. لما لا؟ عندنا المنتوجات ديالنا اذا كانت كافيه جيد. هذه الجاليه المسلمه العربيه الان اللي كتعيش في اوروبا كيلاحظوا على ان الاوروبيين ما كياكلوش التمر، ما كياكلوش التمر، ما كيفكروش ياكلوا التمر، ولذلك قلت على انه ماده عربيه. كاين اللي ما كيعرفوش، وكاينين اللي ما كيبغيوش هذا التمر هذا على انه يقترنوا بالعرب. هذا مشكل اخر، هذا مشكل اخر. واحسن التمور كاينه في اوروبا سبحان الله، يعني احسن التمور علاش؟ لان ملي كنصدروا الماده كنصدروا احسن ما لدينا. فهاد ورخيصه، يعني حتى الاتمال الان اللي كاينين في بروكسل وفي باريس هي اتمال ربما تكون اقل من الاتمال اللي كاينه عليها الان في الدول العربيه هي نفسها. فغير يتحراو شويه، ليست لان هذه الدول عندها مراقبه وقوانين هاد الناس هادو ينعسوا صافي يسلموا الامر، يبقاو حالين عينيهم على هذه الاشياء، لانهم هما هاد الدول الاوروبيه تؤمن بالاساليب الصناعيه فقط، ما عندهاش هي الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحن لا، هي تؤمن بالاساليب الصناعيه ديالها وتؤمن بالقياسات الدوليه اللي قايلين لها. هذاك الصانع ربما يقول لك انا بما ان الدوله صانعه سامحه لي بالتشعيع غادي نشعع الماده صافي، ماشي لانها فيها خطر ولا هذا الشخص هذا غادي بعد التمور خصوص المواد اللي كيستهلكوها غير العرب بكثره ما كيستهلكوهاش هما، هذه ربما يكون فيها تهور حتى في المراقبه.
ربما انا اقول ربما، لما لا؟ فالناس يكونوا شويه حذرين ويحاولوا ما امكن يتحراوا منتوجات جيده، ماشي غير التمر، انا كنتكلم على التمر وعلى اشياء اخرى. رمضان كتكثر المنتوجات. نعم. لان كيلاحظوا هما انا اقول لك مثل علاش الاخوان ديالنا هادو نحذرهم. علاش قلت هذا الشيء هذا؟ وانا كنعرف، انا عشت في اوروبا وكنعرف الناس كيفاش كيعيشوا تما. الان هادو المغاربه مثلا ملي كيمشيو لاوروبا بحكم انه غادي البلد متقدم يؤمن باي شيء. هذا خطا كبير. ليس لان دوله متقدمه صافي اللي خرجت ناكل. لا يعني هاد الاشاعات كاينه من زمان. حتى العرب الان كياكلوا اللايت. نعم. واللايت هو اخطر ما يكون على وجه الارض، هو اللايت. ولكن دكتور حنا دائما كنعرفوا، استسمح المقاطعه، بان حنا دائما عندنا داك الحاجه اللي كتجي من الغرب. نعم. جيده فيها. نعم. الجوده. هو خطا فادح وخطا كبير جدا. خطا. ليس هناك منتوجات غذائيه تضاهي ولا احسن ولا حتى تتماثل مع المنتوجات العربيه. لا في التمور ولا في حليب الابل ولا في الاسماك المغربيه ولا في الزيتون ولا في زيت الزيتون ولا في الخضروات ولا في الفواكه ولا في اي شيء. شوف تونس والجزائر كيصدروا احسن تمور، كيصدروا حتى شويه زيتون بحال التونسي كيصدروا. المغرب كيصدر اسماك جيده، كيصدر بطاطس حمراء جيده، كيصدر بواكر جيده، كيصدر برتقال جيد، كيصدر اشياء نقيه نظيفه جيده. انا اتحدى منتوجات اوروبا تكون بحال المنتوجات المغربيه، اتحداها. غير احنا الفلاح المغربي والمزارع المنتج المغربي عموما الان خصو يغير يعني الفكر ديالو في الانتاج. خصو يرجع للانتاج الطبيعي، لانه ما يقدرش يضاهي اوروبا في الانتاج الصناعي بحال هذوك الدور الزجاجيه، بحال الهرمونات، بحال الكيماويات. ولكن الا رجع الانتاج الحقول اللي كنسميو حنا لي كولتور شون، الا رجع الانتاج ديال الحقول والانتاج البري والانتاج الموسمي الفصلي الطبيعي، اظن ما غاديش اوروبا تقدر يعني تنافسوا في هذه الاشياء هذه. فمعلومه اخيره، بما ان عليا باش نسال الله سبحانه وتعالى، لاننا كنقلبوا على اكثر قدر ممكن من الاجر. نعم. الناس اللي عندهم سرطان ما يكثروش من التمر. هذه نصيحه. نعم، لان سكر الفريكتوز كيعطي بعض الاشياء اخرى. من الاحسن ما يكثرش من التمر. اللي عندهم سرطانات ياكل التمر، ماشي ما ياكلوش، ولكن حيت كاين بعض الناس اللي كيقول لك من السرطان ملي كنصحهم بالمواد الطبيعيه كيقول لك انا غناكل التمر، غناكل زيت زيتون جيد، يكثر من زيت الزيتون ولكن ينقص من التمر. ياكل التمر ولكن ما ياكلش التمر بكثره. بحال هذه السيده دابا انا ذكرتني يعني باللي قالت تاكل بعض المرات صحن كامل ديال التمر. المصاب بسرطان ما خصوش ياكل صحن ديال التمر. ياكل واحد شويه 9 التمرات ولا حاجه، ما كاينش مشكل، ولكن ما يكثرش. لا يجب ان لا يفرط في تناول التمر. واصحاب السكري يكونوا حذرين دائما القياس ديال السكر. حنا ما نقدروش نقولوا لاصحاب السكري نديروا نصيحه معممه اصحاب السكري ياكلوا ولا ما ياكلوش. انا قلت في يعني النوع ديال التمر، النوع ديال السكري والشخص والمسائل، وكيبقى المراقبه ديال السكر. طبعا هذاك التحليله ديال السكر ملي كيكون الشخص ياكل واحد القدر ديال التمر، يشوف السكر واش غيطلع ولا يهبط ويعرف هو واش يدير. صافي ما عندناش مشكل.